اهلا بكم في سلسله احسن واحد في منطقتي، ودوت الجزء الثاني. واللي ما يعرفش السلسله ديت انا بروح بناء على ترشيحاتكم. منطقتنا النهارده منطقه الويل الجميله. الناس كلها بتكتب لنا في الكومنتات احسن واحد في منطقتنا كذا، واحنا بنروح بنجرب وبنشوف هل هو فعلا حلو ويستحق ولا لا. قبل اي حاجه يلا بينا نخش على الفيديو، وما تنساش اللايك وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وعشان انت بتتفرج عليا تبقى حلو، عشان كده بقى بدات بالفول الزيت الحلو، وكان حلو من عندهم، وكان فيه سنه ليمون كده مع طحينه وكان جميل. تاني حاجه بقى اخش فيها الفول الزيت الحار، وانا من عشاق الفول الزيت الحار بصراحه. وبشرى ساره للناس اللي بتحب الفول المطحون، هم عندهم الفول بيقدموه مطحون وطعمه حلو، بس الكميه بتاعته قليله شويه. يعني الطبق ده ب 20 جنيه، 2 ب 40 جنيه دوبك يكفوني. وبما اني بقى من عشاق الفول الزيت الحار، بس هتسالني حار ولا حلو من عندهم؟ لا حلو يا عم الحاج. وخش بقى بعد كده على العجه ديت اللي وحشاني بقالي يجي 10000 سنه ما اكلتهاش، وقلت ادوقها كده، لا طعمها جميل من عندهم. واي بقى حد يسالني عن تقييمي في العجه، فهي بتشرب زيت من عندهم او من عند اي حد عموما، فانت لازم تتقبلها كده. لو بتحبها هاتها، بس هي بتشرب زيت. وبالنسبه بقى للطعميه من عندهم فهي لذيذه. ونخش بقى على اللي بعده، السندوتش اللي انا بعمله على طول. السندوتش ده انا بسميه لقمه اسلام، وبيبقى عباره عن ميكس كل حاجه. ده بقى مش سندوتش ديناميت، لا ده انا بسميه سندوتش الصاروخ. ولو انتوا بقى وصلتوا للنقطه دي من الفيديو، ما تنساش تدعوا لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم وينجيهم يا رب. وبحبكم في الله، وما تنساش اللايك بقى.